هو انت عارفة تمن الجلابية كام؟ الجلابية اللي انت طالعة بتعيبي عليها وبتنتقديها دي، تمن الجلابية دي تعمل لها تمن حق 3 4 بدل من من البدل اللي السيد الوالد بيلبسها. ده لو كان السيد الوالد موجود وبيلبس بدل جلابية لوحديها، ما بالك بقى لو هيلبس تحتها قفطان، ما بالك بقى لو حاطط فوقيها الشال الكشميري ده. احنا بنقول عليه كشمير مش لون، هو خامته اسمها كشمير. ما بالك الشال ده انا ابويا الله يرحمه ويسامحه كان زمان بيجيبها بمبالغ عالية في عز ما زمان كان رخص، بس الحاجات دي سبحان الله ما بتبقاش رخيصة. يعني ما كانوش بيلبسوا اي حاجة وخلاص. قبل ما تطلعي وتتكلمي على الجلابية اوزني كلامك واعرفي انت بتتكلمي في ايه وهتعيبي في مين. يعني كل اللي مش عارف يتكلم في اي حاجة يطلع يهطل كده ويريل على الناس وخلاص من غير ما يفهم، بس في الاخر بيحاسب. فركزوا بقى شوية في الكلام اللي انتوا بتقولوه، ركزوا.